أشرح لكم لماذا هو وزير إعلام رائع. حضرت وجلست وليس معي مشروع الحديث أو الخطاب الذي أنوي التحدث فيه والذي أعد من القاهرة، وبحثت عن مساعدي الأول فلم أجده، وإذ بالوزير يخرج تليفون في صورة آيباد يقول لي: أليست هذه هي الكلمة التي تنوي أن تتحدث بها؟ قلت له: نعم. قال لي: اتفضل تليفون. وزير جاهز. سيادة الرئيس جوزيف عون بيقول لي: طب وهتعمل ايه؟ قلت له: سوف اتحدث اعتقد بعد هذا العمر الممتد استطيع ان اتحدث، ولكن استطيع ان اؤكد لك انني لن ارتكب جريمه في بيروت، ولكن بعض الرؤوس سوف تسقط فور العوده الى القاهره. يسعدني فعلا سيادة الرئيس أن أتوجه بالشكر والتقدير لفخامتكم على رعاية وحضور هذا الملتقى المهم، وهو ما يعكس اهتماما أصيلا بالإعلام ودوره في أن يكون جسر التواصل بين المسؤولين والمواطنين في عملية التنمية الشاملة. الحقيقة التنمية الشاملة هي تنمية سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، علمية، كل ما هو في الحياة الإعلام ينقله إلينا ويوميا. ربما أحيانا الإعلام يفقد الطريق خلال ما سمي بالربيع العربي. الإعلام العربي فقد الطريق، ولكنه استعاده مرة أخرى مع اكتشاف الحقائق التي مرت بها هذه المنطقة وأدت إلى هذا القدر الهائل من الدمار والأذى الذي أصاب الكثير من الشعوب. أتوجه بالشكر أيضا ليك دكتور بول مرقص وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية على هذه الدعوة للمشاركة في هذا الملتقى الإعلامي العربي، وحضور هذه الكوكبة المتميزة جدا من رجال الفكر والسياسة والإعلام والثقافة والفن من مختلف الدول العربية هنا في بيروت، بكل ما تملكه من مقومات بشرية وحضارية تركت بصمتها عبر الأجيال. حقيقة من لا يعرف، لعلي أقول أن مصر ربما بلدي، أنا صحيح أني عامل الجامعة العربية ممثل كل الدول العربية، ولكن مصري لا أستطيع أن أهرب من جلدي. حقيقة الأمر أن مصر استضافت ومنذ نهايات القرن التاسع عشر وربما من منتصفه الكثير من هذه الشخصيات اللبنانية التي تركت بصمات هائلة على المفكرين المصريين والمثقفين المصريين، بما أدى إلى إطلاق قدرة إعلامية غير مسبوقة في القرن العشرين. فشكرا مرة أخرى لكم أهل لبنان على المساهمة في بناء هذه الشخصيات المصرية. تأكيدا لجبران وغيرهم من هؤلاء العمالقة اللبنانيين. نتحدث اليوم في هذا الملتقى عن علاقة الإعلام بالتنمية وعن الدور الذي يمكن أن يقوم به في تحقيق أهداف التنمية، ومثلما قلت تنمية شاملة.
وهي رسالة مهمة تتطلب التعامل بمهنية وموضوعية ومسؤولية. مطلوب من الإعلاميين العرب مثلما تبينت على مدى عملي الدبلوماسي المصري أو وزيرا للخارجية، المطلوب من الإعلاميين العرب أن يسابقوا العالم أجمع في المعرفة، لأنه بدون معرفة لا يمكن للإعلامي أن يساهم في رسالة الإعلام. رسالة الإعلام هي التنوير، هي الرقابة، هي الكشف، هي أشياء كثيرة جدا، ولا ينبغي أن يكون من بينها التدليس أو الكذب أو الجهل أو نشر ما هو غير حقيقي. هذا مؤكد في الهدف والواجب الإعلامي. الإعلام شريك أساسي في التنمية لما يملكه من قوة تأثيرية على كافة فئات المجتمع من خلال وسائله المسموعة والمرئية والتفاعلية، ودوره أن يقوم بتوعية المواطنين بأهمية العملية التنموية وآفاقها المستقبلية ومقتضياتها، وتحفيز الشعب على المشاركة فيها على نحو فاعل ومؤثر، وبحيث تصير هما شخصيا لكل مواطن. لا يمكن أن نتحدث أمام هذا الجمع الكريم دون التطرق إلى الحرب التي مارستها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في العامين الأخيرين، وعلى قطاع غزة تحديدا والضفة الغربية بالتداعي. هذه الحرب هي عار على الإنسانية التي رأت وشاهدت وتركت المحتل يواصل القتل. كثيرا ما أعبر عن عميق